كريستيانو رونالدو امه لما كانت حامل فيه كانت عاوزه تتخلص منه، تجهضه يعني، وابوه كان لازم يسكر كل يوم وبشكل منتظم، وكان مجرد انسان محبط بيشتغل في بناء البيوت. اخوه الكبير كان مدمن مخدرات وكان بيعيش حياه بائسه جدا. لكن في حاجه واحده بس هي اللي انقذت رونالدو وصنعت منه حاجه مختلفه. يمكن الحاجه دي ما تبانش مهمه قوي، لكن لو فكرت معايا شويه هتلاقيها مهمه ومهمه جدا كمان. انا عمرو العزالي وده اخر متر. ما بين ام مش عايزاه وكل يوم بتنط من على السرير وعامله فيها ميرفت امين في فيلم الحفيد، وما بين اب مش دريان بالدنيا وكل يوم يشوف الواد يقول له انت مين يا، وما بين اخ مدمن مخدرات، المفروض كريستيانو ده يطلع ايه؟ عايزين نطلع الطيار. النتيجة المنطقية انه يبقى زيهم، وفي افضل الاحوال انه يكون شخص عادي، شخص كويس يعني. لكن رونالدو عمل حاجة مهمة جدا، وهي انه لما عرف هو عاوز ايه فضل يشتغل على الحاجة دي سنين من غير زهق. يمكن يكون تفكير ابوك مش عاجبك، او ممكن تكون مش بتتفق انت واخواتك قوي، او بتحس زي كتير مننا في بعض المواقف ان امك بتفضل اخواتك عليك. صدقني مش مهم كل ده، وحاول تكون انت رونالدو بتاع عيلتك. لأن أبو رونالدو مثلا في مرضه الأخير كان بيتعالج في أغلى مستشفيات لندن بسبب فلوس كريستيانو طبعا، ولأن أم رونالدو اللي كانت عايزة تجهضه بقت بتعيش حياة ما كانتش تحلم بيها بسبب نجومية ابنها. حتى أخوه حياته اتغيرت تماما وانتهى بيه الحال إنه بقى مدير أعمال رونالدو وبدأ حياة جديدة تماما. بالمناسبة ابو ميسي كان مهتم بيه جدا، وكان مرافقه في برشلونه عشان يتعلم الكوره على اصولها في اهم اكاديميه هناك. امبابي وهالاند كل واحد منهم ابوه كان راجل رياضي ولاعيب كوره ومدرب بعد كده، يعني كل واحد من دول لقى حد جنبه بيساعده بشكل من الاشكال. لكن رونالدو رغم كل عيوبه سند على حاجه واحده بس، وهي ارادته. انا عارف ان حكايه ارادته دي ممكن تكون شبه كلام التنميه البشريه اللي لا بيودي ولا بيجيب، لكنه على فكرة ممكن يودي ويجيب لو اتنفذ على الأرض وما كانش مجرد كلام. انت متخيل يعني ايه عيل عنده 16 سنة بيسافر يلعب كورة في مدينة تانية، وبعدها بسنتين بيسيب البلد بحالها وبيسافر لدولة تانية تماما؟ استرجل وخليك رونالدو في حياة اللي حواليك. وبالمناسبة ده أفضل كتير من إن واحد من اللي حواليك يكون هو رونالدو اللي في حياتك، لانك وقتها مش هيكون قدامك غير حلين. الحل الاول انك تغير منه لو انت طيب وبتقبل بالامر الواقع، او ان انت تحقد عليه لو كان جواك شوية كلاكيع، وفي الحالتين هتتمنى تكون مكانه. سلام.